بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جيت نوريكم النحل. هذا وقت الربيع كيخرج كامل، كيوقف حدا قدام دارو، كيوقف قدام هاد السليلة، كيسخن بالشميشة. ها واحد اخر وريتكم الاول، ها الثاني. شوفوا تبارك الله كيفاش تجمع، ما كيتضربوش، ظريفات مع بعضياتهم. ها واحد، ها جوج، راه الثالث راه ما خرجوش مزيان، والرابع والخامس، السادس، السابع. تبارك الله، راه هنا النحل كتير ما شاء الله. شوفوا كيحطوا لهم هاد الحجيره. علاش كيوقفوا؟ دابا راه خدامين كيجمعوا الورد وكيصايبوا العسل. اغلى واحسن عسل هي ديال الشياضمه اللي فيه العسل حره حقيقيه. وعلاش العسل ديال الشياضمه احسن عسل؟ حيت هما ما كيعطيو لا دواء وما كيعلفوش النحل، ما كيعلفوش وما كيعطيوش الدواء. كيديروا ليه واحد البلاصه هكا دايره وكيحطوا فيه النحل، كيخدم على راسو، كيخرج كيقلب على ما ياكل وكيصايب النحل. هنا ماشي قدام النحل، ماشي قدام بابهم اللور. شفتوا تبارك الله الشهده راه هي، شفتوا كيف كتبان، ها هي مجموع عليها النحل. شفتوا ما شاء الله داكشي. دابا هذا راه قريب يعمر، غنزيدوه واحد السله اخرى في اللور. ها هي ديك السليله اللي كيزيدوا ليها اللور، شفتوها ما مسدوداش مزيان، كيخرج منها النحل. الا كانت مسدوده النحل راه ما كيخرجش من اللور. انا شفتو دابا راه مضاربين باش يسدوا، باش ما يدخل عليهم لا نمل لا حتى حاجه. وكيديروا ليهم هاد الخنشه باش على البرد والشتاء، وكيديروا ليهم الرطم. راه الرطم غيبان لكم الفوق، ودايرين البلانش وشي طواجن ولا قلايق تاع طواجن باش يضرقوا عليهم الشتاء والبرد والشمس، باش ما تخسرش ديك الشهده ديال النحل، باش ما طيحش. شوفوا تبارك الله فين مجموعين حنانات مع بعضياتهم. ولكن غير وحده الا قرصتني راه غادو كلهم غينوضوا يتجمعوا عليا. انا دابا راه مغطيه، ما كيبان فيا، ما كتبان فيا حتى بلاصه. شوفوا تبارك الله راه دايرين الكراسان والحجار ودوك الغطيان تاع الطواجن، شفتوهم باش يضربوا عليهم الشمس والشتاء. ومازال راه ما مهتمينش بهم مزيان. شفتوا راه كيخرجوا مساكن من الجناب وكيخرجوا. هما الناس اللي مقابلينهم ورادين البال راه كيحطوا ليهم كيخرجوا غير من بلاصه وحده، والسله غير كتعمر بحال هكا. راه كيخرج ولدو، كيخرج كيلقاو ليه سله اخرى، كيشدوه كيدخلوه في ديك السله وكيتجمع بحال هكا في شي شجره ولا شي عود ولا شي حاجه، كيكون معلق. كيلقاو ليه السله كيسوسوه وبالدخان كيسدوا عليه، وكيجيبوه حدا خوتو ولا حدا والديه وكيحطوه. بحال دابا خرج هاد ولدو نهار الاثنين، كيجلس سيمانه عاد كيخرج تاني، كيخرج عاوتاني واحد اخر، ونهار كيغب عاوتاني يومين ويخرج واحد اخر. وملي كيخرج دوك ربعه صافي كيرجعوا كيحيدوا ليه الشهده من اللور، كيحيدوا ليه واحد الشهده صافي، ما كيبقاش يخرج دوك، ما بقاش يخرج النحل. حيت دوك الاخرين كيخرجهم غير صغير، غير شويه، غير كميشات. الاول كيكون كبير وحتى هو راه نهار سيمانه كيخرج واحد اخر. داك ولدو نهار سيمانه كيخرج واحد اخر بحالو، بحال اللي والدو. المهم داك النحل اللي خرج من ديك السله وداروا ليه سله اخرى، حتى هو كيجلس سيمانه وكيخرج واحد اخر، كيصايب الشهد ديالو ويصايب كلشي وكيخرج حتى هو نحل اخر، وكيشدوه حتى هو كيديروه في سله اخرى. ومن بعد كيحيدوا ليهم شهده 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 كلهم من اللور
وعاد كيديروا ليهم النص ديال السله اللور، ولا واحد كيديروا ليه النص ديال السله باش يزيد فيها داك الشهد باش يعمرها. صافي من تما كيحبس كيزيد داك الشهد وكيعمر بالعسل. شوفوا تبارك الله راه خدامين تبارك الله ما شاء الله. وكيقولوا الناس واحد المثال كيقولوا الناس ديال بكري قالوا ليك اللي بغى العسل يصبر لقريص النحل. وهذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى يعجبكم، ديروا لي جيم تشاركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، التعليق ديالكم الزوينه، والله يحلي كلامكم بحال هاد العسل يا ربي. وشكرا الناس الجداد اللي انضموا لقناتي، مرحبا بكم، مية الف مرحبا.